حموكش انا رايحة عند امي. ماشي روحي وبيسلمي لي عليها. اه طبعا، ما انت ما صدقت تخلص مني. خلاص يا حبيبتي خليكي وما تروحيش. اه ان شاء الله، عايز تحبسني في البيت؟ خلاص براحتك بقى. اه ما انت مش فارق معاك اصلا لو رحت ولا جيت، ولا انا في دماغك اصلا. تحب طيب اجي معاكي؟ يعني انا رايحة عند اهلي عشان اشوفك هناك؟ ايه الواحدة ما تعرفش تاخد راحتها شوية؟ امال عايزة ايه يا بنت الصرمة؟ واحد بيقول لك يا حموكش ما عدتش بتنزل فيديوهات على الفيسبوك زي الاول ليه؟ نوهت عليهم اكتر من مرة وقلت لهم يجوا على اليوتيوب، هم اللي مبلطين هناك، خلي الفيسبوك ينفعهم. انا حبايب قلبي كلهم على اليوتيوب هنا، دي العيلة بتاعتي. كابتن شيرين بتقولك انت فيديوهاتك جميلة وبتضحكنا، بس كلها انتقاد على الستات فقط، وده عنصرية ومش عدل ربنا. هاتلنا مواضيع فيها انتقاد للرجالة كمان. I agree with you and the next مرحلة I will try to make another videos at رجالة ان شاء الله. وبعدين انا عارف ان انتوا طيبين وهتسامحوا وهتضحكوا ومفيش في قلبكم حاجة وحشة، فعشان كده باخد راحتي، انما الرجالة دي بتتقمص. انت كدابة ده حموكش. عديها الناس لبعضيها ممس، مش عايزين مشاكل مع الستات. اوبا، ده حد دخل معاها في الخط وقال لها احلى حاجة فيها انها على الستات بس، وهي ردت عليه قالت له انت بتعلق على تعليقي ليه؟ وكل واحد يعلق على الفيديو، لكن مش من حق حد يعلق على تعليق حد، وشكرا. اسمه ايه اللي علق ده؟ احمد فتحي. ابو حميد ابو حميد اركن ابو حميد، انا هعالج الموضوع بطريقتي. بدر نواس بيقول لك يا حموكش اقسم بالله انت مشكلة، بس قول لي انت بتكره الستات ولا انا فاهم غلط؟ حد يكره الستات يا زميلكس؟ دول نعمة واللي يكرههم يعمى، بس اهم حاجة يبقوا ستات. يعني ايه يبقوا ستات يا حموكش؟ مش فاهم. يعني مش كل من كانت انثى بقت ست يا زميلكس. وبعدين انتوا واخدين حقكم تالت ومتلت، عايزين اكتر من كده؟ يا حرام عليكم. اهدى ابو الحماكيش. بس بقى جدع سيبني، قاعد سكت لكم من الصبح عمال الطف في الجو، في ايه؟ هو ستات اليومين دول، ستات دول عايزين ضرب النار. كده هتخبط في العلل. عم اللي على راسها بطحة تحسس عليها. بعدين انا بتكلم على فوزية، انتوا بتتدخلوا ليه؟ ما كل واحد حر مع فوزية بتاعته. اذا كان كده ماشي، روق يا نجم روق. المشكلة ان انا بحبهم يا ممس، بس هما اللي مش فاهمين. باشا انت مزعل نفسك ليه؟ انا عندي ليك فكرة حلوة. قول يا زميلكس. فرصة وجات لحد عندهم، اللي هيعلق اكتر على الفيديو ده هو اللي هيكسب. اما نشوف بقى الرجالة اللي هتكسب ولا الستات. حلوة الفكرة دي، بس يابا انت مزعل نفسك ليه؟ انا عارف. تتوقع مين اللي يكسب؟ دي محتاجة كلام الرجالة طبعا. يا غبي، كنت تقول الستات عشان يعرفوا ان انت بتحبهم. وابيع نفسي وابيع كرامتي وابيع مبادئي؟ لا يمكن. ايوه بس احنا عندنا ستات كتير. كام يعني؟ 500 600 ألف؟ مش عايزهم يا عم. 1000؟ يلا اخرب بيتك، دول داخلين على 90,000. قلت كم؟ 90,000 الستات بس. دول جم امتى ولا اشتركوا امتى ولا فين ولا مين دول؟ ولا انا ما بلاقيش غير 2 3 اللي بيعلقوا لي في التعليقات. يا غبي، ما هم ما بيبقوش باسمائهم. مش تقول يا صاحبي من الصبح؟ والحق اصلح الموقف. انتوا زعلانين مني؟ على فكرة انتوا جمال خالص وانا بحبكم. انا حتى بقول لممس كده على طول، صح يا ممس؟
حصل. انتوا النسمة الرقيقة اللي في حياتنا. دي حقيقة. انتوا امهاتنا واخواتنا وبناتنا. فعلا. من غيركوا ازاي نعيش حياتنا؟ مين ينكد علينا؟ مين يسود عيشتنا؟ انت كنت ماشي كويس. مفيش فايدة، اللي في القلب في القلب. قابلني والأشواق في عينيه، فلسع فلسع، خد ايدي في ايديه. خير ان شاء الله. مزاجك رايق ليه كده على الصبح؟ لا مش النهارده عيد، يعني المفروض الواحد يكون فرحان وسعيد. ربنا يجعله سعيد على طول، مش النهارده بس. الله، ولا بلاش دوشه وهاتلنا الفته واللحمه واللازم منه. فتة ولحمة يا راجل؟ ده في العيد الكبير، احنا في العيد الصغير. ايوه، يعني هتفطرونا ايه ولا هتغدونا ايه في ليلتكوا دي؟ كحك وبسكويت وشاي. انا ما اكلش معاك الكلام ده، انا عايز هوبر. يلا جهزي لي افطر يا وليه قبل ما العيال يهجموا عليا ويقولوا لي عايزين عيدية. وهذا السكاموزة. اؤمر يا برنس الليالي. يبقى فكرني هذا وسك سكاموزة دي في الشهر العقاري، عشان الحرامية بقوا كتير اليومين دول. العب السمك. ولا احنا هنخش على شغل بعض ولا ايه؟ انا لسه بقول لك وسك في الشهر العقاري. انا ابنك مش حد غريب، انا اللي هورثك في الاخر. بمناسبة الورث والفلوس، انزل ادفك كل ال 200 جنيه دي خمسات. 200 جنيه خمسات؟ خير يا حاج، كفرنا الشر. ده عشان اديكوا العيدية. وانت تديها لنا خمسات ليه؟ ما تجيبها مقفولة على بعضها كده ببركتها. لا، وهو انت مفكر انك هتاخد 200 جنيه عيدية؟ ليه؟ لا، حد قالك ان ابوك نجيب سويرس؟ يا حاج ما تبحبحها شوية، ده انت حتى بتاخد على قلبك قد كده. ولا بلاش كلام في الماديات عشان ما نخسرش بعض. ايوه، يعني انا عايز اعرف برضه انا هينوبني كام في الليلة دي؟ هم 20 لحلوح، مفيش غيرهم. 20 لحلوح دول ما يجيبوش طبق كشري يا حاج. خلاص خد 50 وهات الباقي، انت برضه الكبير واول بختي. ده انا اللي بخت اسود ومنلبس 60 نيله فحج. ده بدل ما تكرمش لي 500 كده وتقول لي خد يا روق على حالك. ولا انا كنت باخد 5 جنيه وكنت ببوس ايدي وش وظهر، وكنت بلف بقى كل المحافظات وبجيب كل اللي انا عايزه. ال500 دي بمقام 5 يا حاج من زمان، انت مش معانا في الدنيا ولا ايه؟ الدولار كان بكام ودلوقتي بقى بكام؟ وهتدخلنا في قصة ومتاهة، خلينا جنب الحيطة أحسن. انت شايف كده شعبولة؟ أنا عامل عليك يا حاج، عيبة في حقك لما حد يسألني أبوك اداك كام وأقول له 50 جنيه. وأنت راجل يوتيوبر قد الدنيا، سمعتك إيه قدام الفانزات؟ عندك حق، خد يا حلال عليك ال 200 جنيه. أحلى مسا عليك أبو الحماكيش يا أصلي. هو ده ابويا اللي انا اعرفه. مبسوط يالا؟ ايه اللي مبسوطه يا حاج؟ ده كفايه ان انا شفتك بس. هاتلي معاك علبة السجاير وانت طالع بقى، ابقى احاسبك عليها بعدين. وبعدين بقى ما انت كنت ماشي كويس. ده هحاسبك عليها يا عم. انت في 5 علب سجاير قبل كده جبتهم لك وما حاسبتنيش على حاجه. على اخر الزمن عايز تحاسب ابوك يا شعبولة؟ لا لا لا، الله يبارك لك، من غير صعبانيات. حاضر. احلى علبة سجاير اللي بمزرعة للمعلم حموكش. الجدع عادة السكموزة، انت ابن اللي ما خلفتوش، قلب وصباع رجل الصغير ردين عليك منين ما تروح. مش قلت لك؟ العب السمك. واد حموكش. نعم يا ماما. روح ارمي الزبالة. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. تعالى روق معايا البيت. حاضر يا ماما.
واد حموكش. نعم يا ماما. انزل هات الطلبات من السوبر ماركت. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. قوم ياض لم الغسيل. مش قادر يا ماما. اهو زي ما انت شايفه كده يا اختي، مفيش مره اقول له على حاجه ويقول لي حاضر. يا اختي ما تزعليش نفسك، العيال كلها كده. ايه القمر ده؟ تتجوزيني؟ اتجوزك ايه يالا؟ عندك شقه؟ لا ما عنديش شقة، لكن مش عايزه كلام كتير. عندك عربيه مرسيدس؟ لا ما عنديش مرسيدس بس. اخلص، انت هتصاحبني موظف في شركه كبيره؟ لا انا مش موظف، بس انا يعني لا عندك شقه ولا مرسيدس ولا موظف في شركه كبيره وجاي تكلمني؟ امشي يالا. هو لازم شقة يعني؟ طب ما انا عندي قصر، وليه لازم مرسيدس؟ هي الفراري بتاعتي وحشة؟ وليه اكون موظف في شركة؟ طب ما انا صاحب شركة. يا خساره. احي. بقول لك يا حموكش، انا هاخد 100 جنيه من المحفظه. 100 جنيه ليه يا فوزيه؟ اروح للكوافيره تعمل لي وشي. خد 200 يا فوزيه. لا يا حبيبي شكرا، هي بتاخد 100 بس. ما هو بعد اللي هيحصل في وشك دلوقتي 100 مش هتكفي. احنا لاقيين ناكل يا بنت الرفضي. بابا. نعم يا حبيبي. انا عايزة اتجوز تيتا. انت عبيط يلا، انت عايز تتجوز امي؟ طب ما انت متجوز امي. ايه القمر ده؟ تتجوزيني؟ اتجوزك ايه يلا؟ عندك شقه؟ لا ما عنديش شقة، لكن مش عايزه كلام كتير. عندك عربيه مرسيدس؟ لا ما عنديش مرسيدس بس. اخلص، انت هتصاحبني موظف في شركه كبيره؟ لا انا مش موظف، بس انا يعني لا عندك شقه ولا مرسيدس ولا موظف في شركه كبيره وجاي تكلمني؟ امشي يالا. هو لازم شقة يعني؟ طب ما انا عندي قصر، وليه لازم مرسيدس؟ هي الفراري بتاعتي وحشة؟ وليه اكون موظف في شركة؟ طب ما انا صاحب شركة. يا خساره. احي. واد حموكش. نعم يا ماما. روح ارمي الزباله. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. تعالى روق معايا البيت. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. انزل هات الطلبات من السوبر ماركت. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. قوم ياض لم الغسيل. مش قادر يا ماما. اهو زي ما انت شايفه كده يا اختي، مفيش مره اقول له على حاجه ويقول لي حاضر. يا اختي ما تزعليش نفسك، العيال كلها كده. ايه القمر ده؟ تتجوزيني؟ اتجوزك ايه يالا؟ عندك شقه؟ لا ما عنديش شقة، لكن مش عايزه كلام كتير. عندك عربيه مرسيدس؟ لا ما عنديش مرسيدس بس. اخلص، انت هتصاحبني موظف في شركه كبيره؟ لا انا مش موظف، بس انا يعني لا عندك شقه ولا مرسيدس ولا موظف في شركه كبيره وجاي تكلمني؟ امشي يالا. هو لازم شقة يعني؟ طب ما انا عندي قصر، وليه لازم مرسيدس؟ هي الفراري بتاعتي وحشة؟ وليه اكون موظف في شركة؟ طب ما انا صاحب شركة. يا خساره. احي. واد حموكش. نعم يا ماما. روح ارمي الزباله. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. تعالى روق معايا البيت. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. انزل هات الطلبات من السوبر ماركت. حاضر يا ماما. واد حموكش. نعم يا ماما. قوم ياض لم الغسيل. مش قادر يا ماما. اهو زي ما انت شايفه كده يا اختي، مفيش مره اقول له على حاجه ويقول لي حاضر. يا اختي ما تزعليش نفسك، العيال كلها كده. بقول لك يا حموكش، انا هاخد 100 جنيه من المحفظه. 100 جنيه ليه يا فوزيه؟ اروح للكوافيره تعمل لي وشي. خد 200 يا فوزيه. لا يا حبيبي شكرا، هي بتاخد 100 بس. ما هو بعد اللي هيحصل في وشك دلوقتي 100 مش هتكفي. احنا لاقيين ناكل يا بنت الرفضي. بابا. نعم يا حبيبي. انا عايزة اتجوز تيتا. انت عبيط يلا، انت عايز تتجوز امي؟ طب ما انت متجوز امي. يا خبر ابيض، ده ايه الزحمه دي كلها؟ بقول لك لو سمحت. ايوه يا ابني، هي الزحمه دي كلها على ايه؟ اصل المطعم ده يا ابني بيقدم اكل ببلاش. ببلاش؟ انت متاكد يا حاج من الكلام ده؟ اه طبعا يا ابني، بس كده يبقى بيخسروا. ما انا هفهمك، المطعم ده انت بتشتري اللي انت عايزه واحفادك هم اللي بيحاسبوا. وازاي دي يا حاج؟ يعني انت بتمليهم بيانات احفادك وهم اللي بيحاسبوهم لما احفادك يكبروا ان شاء الله.
حلو اوي الكلام ده، لما اروح اجيب فوزية بقى تيجي تاكل معايا. مساء الخير يا حاج، انا جيت. مساء النور، انت جيت يا بخيل. بخيل؟ انا مش قلتلك مليون مرة ما تقوليش الكلمة دي؟ ما قولهاش ليه؟ ما هي حقيقة انت راجل بخيل. فعلا ما يملاش عينك الا التراب. انا بقى هثبتلك اني مش بخيل وهعزمك النهاردة على احسن مطعم. انت تعزم حد؟ اعزمك، ما عزمكيش ليه؟ يا راجل ده انا بتحايل عليك على كوباية حمص الشام طلعت عيني عليها. طب اقولك، انا مش هعزمك النهاردة بس، انا هعزمك كل يوم على نفس المطعم ده. ده مطعم ايه ده يا اخويا؟ ولا ده افتتاح محل جديد ورايح تاكل فيه؟ لا يا ولية، ده مطعم جديد بيقدم اكل ببلاش. ببلاش؟ ببلاش ازاي؟ هقولك، بتروحي هناك تطلبي اللي انت عايزاه واحفادك هم اللي بيحاسبوا لما بيكبروا. هو انت يا راجل ناوي تخلينا ناكل وتخلي احفادنا هم اللي يحاسبوا؟ وفيها ايه؟ جدهم حبيبهم يحاسبوا له. يا راجل حرام عليك، هتشيل العيال فلوس من دلوقتي؟ بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، هتيجي معايا ولا اروح اكل لوحدي؟ لا، هاجي معاك ورجلي على رجلك وهاكل من اللي انت هتاكل منه. طب يلا بينا. مساء الخير يا فندم، نورتونا. مساء النور يا حبيبي. قبل ما نطلب اي حاجة انا باكد عليك اهو، احنا مش هندفع فلوس، صح كده؟ مظبوط يا فندم، حضرتك بتكتب لي اسامي كل احفادك بعناوينهم بارقام تليفوناتهم، وبتطلب اللي انت عايزه، واحفادك لما بيكبروا ان شاء الله هم اللي بيحاسبوا. عقبال ما انت تحضر لنا الاكل، هات انت الدفتر ده علشان اكتب لك الاسامي. اتفضل يا فندم. يا راجل حرام عليك، طالب الحاجات دي كلها ليه؟ في يا ولية، ناكل اللي ناكله والباقي ناخده معانا واحنا مروحين. انا مش بتكلم على الاكل، انا بتكلم ان انت هتشيل العيال فلوس قد كده. بقولك ايه يا ولية، مش عايزة تاكلي امشي انت وانا اللي هقعد اكل. لا، هاكل وامري لله. الاكل جاهز يا فندم، تؤمر بحاجه تاني؟ تسلم يا حبيب قلبي. لو عوزت اي حاجه تاني يا فندم انده عليا بس. خلاص ماشي، يلا كل يا ولية. مع اني مش مطمنه بس ماشي. يا فوزية، ده انا كنت جعان بشكل. طب يلا بينا يا اخويا نمشي عشان انا مش مطمنه. يلا بينا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا مدير. الاكل عجب حضرتك يا فندم؟ طبعا، ده احنا هنيجي هنا كل يوم. تنورونا يا فندم. حبيبي تسلم. ممكن حضرتك بس تدفع الفلوس قبل ما تمشي؟ فلوس ايه؟ انتوا مش قلت الاكل ببلاش؟ يا فندم، ما هو ده مش حساب حضرتك. امال ده حساب مين؟ مش جد حضرتك اسمه مصطفى محمود احمد عبد السلام؟ ماله؟ ما هو جد حضرتك عليه 25,000 جنيه لما كان بيجي ياكل زمان. الحقيني يا ولية. بقول لك يا حموكش، انا هاخد 100 جنيه من المحفظه. 100 جنيه ليه يا فوزيه؟ اروح للكوافيره تعمل لي وشي. خد 200 يا فوزيه. لا يا حبيبي شكرا، هي بتاخد 100 بس. ما هو بعد اللي هيحصل في وشك دلوقتي 100 مش هتكفي. احنا لاقيين ناكل يا بنت الرفضي. يا خبر ابيض، ده ايه الزحمه دي كلها؟ بقولك لو سمحت. ايوه يا ابني، هي الزحمه دي كلها على ايه؟ اصل المطعم ده يا ابني بيقدم اكل ببلاش. ببلاش؟ انت متاكد يا حاج من الكلام ده؟ طبعا يا ابني، بس كده يبقى بيخسروا. ما انا هفهمك، المطعم ده انت بتشتري اللي انت عايزه واحفادك هم اللي بيحاسبوا. وازاي دي يا حاج؟ يعني انت بتمليهم بيانات احفادك وهم اللي بيحاسبوهم لما احفادك يكبروا ان شاء الله. حلو اوي الكلام ده، لما اروح اجيب فوزية بقى تيجي تاكل معايا. مساء الخير يا حاج، انا جيت. مساء النور، انت جيت يا بخيل. بخيل؟ انا مش قلتلك مليون مرة ما تقوليش الكلمة دي؟ ما قولهاش ليه؟ ما هي حقيقة انت راجل بخيل. فعلا ما يملاش عينك الا التراب. انا بقى هثبتلك اني مش بخيل وهعزمك النهاردة على احسن مطعم. انت تعزم حد؟ اعزمك، ما عزمكيش ليه؟ يا راجل ده انا بتحايل عليك على كوباية حمص الشام طلعت عيني عليها. طب اقولك، انا مش هعزمك النهاردة بس، انا هعزمك كل يوم على نفس المطعم ده. ده مطعم ايه ده يا اخويا؟ ولا ده افتتاح محل جديد ورايح تاكل فيه؟ لا يا ولية، ده مطعم جديد بيقدم اكل ببلاش. ببلاش؟ ببلاش ازاي؟ هقولك، بتروحي هناك تطلبي اللي انت عايزاه واحفادك هم اللي بيحاسبوا لما بيكبروا. هو انت يا راجل ناوي تخلينا ناكل وتخلي احفادنا هم اللي يحاسبوا؟ وفيها ايه؟ جدهم حبيبهم يحاسبوا له. يا راجل حرام عليك، هتشيل العيال فلوس من دلوقتي؟ بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، هتيجي معايا ولا اروح اكل لوحدي؟
لا هاجي معاك ورجلي على رجلك وهاكل من اللي انت هتاكل منه. طب يلا بينا. مساء الخير يا فندم، نورتونا. مساء النور يا حبيبي. قبل ما نطلب اي حاجة انا بأكد عليك اهو، احنا مش هندفع فلوس، صح كده؟ مظبوط يا فندم، حضرتك بتكتب لي اسامي كل احفادك بعناوينهم بارقام تليفوناتهم، وبتطلب اللي انت عايزه، واحفادك لما بيكبروا ان شاء الله هم اللي بيحاسبوا. عقبال ما انت تحضر لنا الاكل هات انت الدفتر ده علشان اكتب لك الاسامي. اتفضل يا فندم. يا راجل حرام عليك، طالب الحاجات دي كلها ليه؟ في يا ولية ناكل اللي ناكله والباقي ناخده معانا واحنا مروحين. انا مش بتكلم على الاكل، انا بتكلم ان انت هتشيل العيال فلوس قد كده. بقول لك ايه يا ولية، مش عايزة تاكلي امشي انت وانا اللي هقعد اكل. لا هاكل وامري لله. الاكل جاهز يا فندم، تؤمر بحاجه تاني؟ تسلم يا حبيب قلبي. لو عوزت اي حاجه تاني يا فندم انده عليا بس. خلاص ماشي، يلا كل يا ولية. مع اني مش مطمنه بس ماشي. يا فوزية، ده انا كنت جعان بشكل. طب يلا بينا يا اخويا نمشي عشان انا مش مطمنه. يلا بينا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا مدير. الاكل عجب حضرتك يا فندم؟ اه طبعا، ده احنا هنيجي هنا كل يوم. تنورونا يا فندم. حبيبي تسلم. ممكن حضرتك بس تدفع الفلوس قبل ما تمشي؟ فلوس ايه؟ انتوا مش قلت الاكل ببلاش؟ اه يا فندم، ما هو ده مش حساب حضرتك. امال ده حساب مين؟ مش جد حضرتك اسمه مصطفى محمود احمد عبد السلام؟ اه ماله، ما هو جد حضرتك عليه 25,000 جنيه لما كان بيجي ياكل زمان. الحقيني يا ولية. بابا. نعم يا حبيبي. انا عايزه اتجوز تيتا. انت عبيط يلا، انت عايز تتجوز امي؟ طب ما انت متجوز امي. بس انا متفائل خير السنه ده عموكشه. اكيد السنه دي هتبقى غير السنه اللي فاتت. كل المؤشرات بتقول ان السنه دي هتبقى سنه سعيده. ما انا واخد بالي. ان شاء الله الميه ترجع لمجاريها وكل حاجه هتبقى زي الفل. اكيد طبعا، الميه ملهاش غير مجاريها في الاخر. الليل مهما طول لازم يطلع له نهار، وحتى لو ما طلعلوش ماله الليل يعني. الصبر مفتاح الفرج. ونعم بالله. يا ما دقت على الراس طبول ابو الحماكيش، وهو الواحد راعي من شويه. طول ما انا معاك وفي ظهرك اوعى تخاف من حاجه. هو انت حاطط في دماغك نكمل مع بعض السنه دي بس يا حموكشه، ده احنا اصدقاء فوريفر. السواد الحلال يا امه. محشش اتحكم عليه بالاعدام، كل ما يجوا يشنقوه الحبل يتقطع. بص العشماوي وقال له جايين نتشنق ولا جايين نلعب؟ 2 محششين قرروا يطلعوا الفضاء، وهم طالعين واحد بيقول للتاني اوعى تدوس على النجمه لا تاخد الكلتون. محشش عمل اختبار نظر طلع 6/6. قال لهم ولو الدكتور ما كانش لخبطني كنت جبت اكتر من كده كمان. عيل تاه من امه في السوق، فامه قعدت تدور عليه وتعيط وتقول ابني ضاع ابني ضاع. شافها واحد قال لها مالك يا ست بتعيطي ليه؟ قالت له ابني ضاع ابني ضاع. قال لها ما تخافيش، لو ابن حلال هيرجع لك تاني. قالت له يبقى ضاع يبقى ضاع. اقول لك يا ام حموكشه. قول يا ابو حموكشه. عايزين نعمل جمعيه عشان نجوز الواد حموكشه. عين العقل يا اخويا، كل يوم هبوسك بوسه واديك 10 جنيه. حلاوه يا ولاه. موافقه يا اخويا موافقه. اخر الشهر. ها ام حموكشه، اخبار الجمعيه ايه؟ خد يا اخويا 900 جنيه اهم. ايه ده 900 ازاي يا ولاد؟ احنا ما بقالناش غير شهر واحد. ما هو ابو سعيد جارنا عجبه نظام الجمعيه ودخل معانا بنفرين. نهار ابوك اسود. كنت واقف على باب الحاره بشرب شاي وفي ايدي سجاره، عامل لوك ولابس كاجوال وعيني عليها النضاره، واقف اشاكل خلق الله وبعاكس بنت بصفاره. ضحكة تهز قلوب، انا قلت دي غمزة سنارة.
قلت لها اسمك قالت لي زهرة، قالت لي اسمك قلت لها سمارة. فجأة لقيته جاي عليا شخص طويل كأنه عمارة، قال لي دي أختي وادي أمارة، لسه هرد اداني روسية أغمى عليا في وسط الحارة، راح الكاجوال وإني يلوك وكمان كسر لي النضارة. بقول لك يا حموكش، عايز 100 جنيه سلف يا اسطى. بوس ايدي وانا اديهم لك يا زمولكس. هتخليني ابوس ايدك عشان هتسلفني 100 جنيه يا حموكشه؟ يا عم انت زعلان ليه؟ ما انا هبوس رجلك عشان ترجعها. انت عارفه اللي بيرسموا تعبان على الصيدليه؟ ليه يا حموكشه؟ عشان اللي بيخشوها تعبانين. العب السمك. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ وعليكم السلام. امر يا جميل. إلهي يكبر بخاطرك يا حبيبي، والنبي ده انا مع ابو محمد بقالي 20 سنة عمره ما قال لي يا جميل لي. اجيب لك ايه يا قمر؟ انا كنت جاي اخد دواء الركبي، بس بعد يا جميل وقمر دي هاتلي زبدة كاكاو. ده ايه الولية الحيزبونة دي؟ للأسف خلصانة يا حاجة. ليه كده بس يا ابني؟ ما انت كنت ماشي كويس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز حد يجي يدي المدام عندي حقنة. اسمها ايه يا فندم؟ أميرة. أميرة ايه يا باشا؟ الحقنة اسمها ايه؟ الحقنة اسمها فولترين. المكان فين حضرتك؟ في العضل. مصبر الوحش عالجحش يا باشا، مكان حضرتك فين؟ لا مؤاخذة، هبعت لحضرتك اللوكيشن على الواتس. ماشي يا باشا، ابعت اللوكيشن واول ما حد يجي ابعته لحضرتك على طول. تسلم يا دكتورة. حبيبي. قال لك جميل اسمه ايه؟ زيزي والدلع زوزة. عشانك يا زوزة هتخن وابقى كلبوزة. ايه ده؟ مالك يا عم بتبسبس ليه؟ بس يا عم وطي صوتك هتفضحنا. افضحك لا يا عم، انت في صيدلية. ما هي دي المشكلة على فكرة، أنا ابن ناس والله، بس غصب عني. في ايه يا عم وحشتين عليك؟ بص احنا شباب زي بعضينا، وأنا متأكد إن أنت هتفهمني وتحس بيا. انت كده وحشتني اكتر. انت عايز ايه بالظبط؟ بص أنا عايز حاجة كده على ذوقك بس تبقى حلوة. وضح اكتر عشان اساعدك. لا بالله عليك حاول تفهم عشان أنا بتكسف. عايز لبوس؟ لا. تكونش عايز حقنة في العضل؟ دي أجيبها له إزاي دي؟ بص حضرتك أنا زي الفل وكل حاجة، بس أنا يعني كنت عايز أعمل محفز كده. عامل محفز؟ محفز من انهي اتجاه؟ ما تفهمني بقى الله يبارك لك، أنت مش متجوز ولا إيه؟ لا. انت متجوز؟ للأسف. بختك. طب إيه طيب؟ خلاص صعبت عليا. انت عندك كام سنة؟ 25. هو ايه اللي وكسك على عينك بدري كده؟ الزمن. عين على الحلو لما تبهدلوا الايام. هديك حاجة بس تاخدها على معدة فاضية. فاضية المهم تبقى راضية. هي مين دي اللي تبقى راضية؟ لا ما تشغلش بالك، المهم الحباية حلوة. جامدة بس هتفلقها نصين. هي ايه دي؟ الحباية. روح يا شيخ الله يبارك لك، إلهي ما تقع في دقيقة أبدا. هو أنت اديته ايه يا حموكشة؟ الشاب اللي لسه خارج من شوية ده كان عنده ايه؟ لا مفيش، ده حبة عيني كان عنده إمساك. هو أنت اديته ايه؟ اديته حاجة تسلك له الدنيا. يا عين الله يكون في عونه، ده الإمساك ده صعب قوي. ربنا ما يكتبها على حد زوزة يا أختي. قال احنا ليه بنحط الحبوب الحمراء والزرقاء ده حموكشة في قسم مستحضرات التجميل؟ عشان دي بتتصنف من الأدوية اللي بتبيض الوش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز ارجع الدواء ده.
ليه بس كده يا فندم؟ كلنا ايه احنا عشان نشرب عليه ميه؟ مش جايب معاه نتيجة خالص، بقالي اسبوعين باخده ومفيش اي تحسن. حضرتك كنت بتاخده مظبوط؟ باخده مرتين في اليوم وبشرب وراه مية كتير ومفيش اي نتيجة خالص. وريني كده بعد اذنك. اتفضل. انت قلت لي بتاخده ازاي؟ مرتين في اليوم وبشرب وراه نص كوباية مية عشان يتهضم بسرعة، بس مفيش اي تحسن خالص. بتشرب وراه نص كوباية مية ايوه. وعايزه يجيب معاك نتيجة؟ وما يجيبش ليه؟ فلوسي حرام يعني؟ يا باشا ده البوس يا باشا. انا نهار اسود، لبوس ازاي يعني؟ يعني ما بيتاخدش في البق يا باشا. تحب اقولك بيتاخد فين؟ لا خلاص، ملوش لزوم. نورتنا يا باشا. خلاص يا عم هتفضحنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة موز حلاقة. وانا عايز سويت بعد اذنك. نعم اخويا، انت وايه اللي انا سمعته ده صح ولا ايه؟ جرى يا جدعان، هي الدنيا حالها اتشقلب ولا ايه؟ سواد الحلل. ايه يا حبيبي اللي موقفك في المطبخ الساعة دي؟ فاكرة من 20 سنة؟ ايه اللي حصل؟ فاكرة لما ابوكي قفشنا في العربية وفهمنا غلط وقال لها تتجوزها احبسك 20 سنة؟ فاكرة؟ بس انت ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما انا لو كنت اتحبست كان زمان طلعت دلوقتي. السلام عليكم، لو سمحت يا باشا كنت عايزة ارجع الدواء ده. ليه بس كده يا باشا؟ كلنا احنا على الصبح عشان نشرب عليه ميه. مش جايب معاه نتيجة خالص، بقالي اسبوع باخده ومفيش اي تحسن. ما يمكن ما كنتش بتاخده مظبوط. ازاي يعني؟ ما انا باخده مرتين في اليوم وكمان بشرب وراه ميه كتير. وريني كده يا باشا. اتفضل. سواد الحلل، انت قلت لي بتاخده ازاي؟ مرتين في اليوم وبتشرب وراه ميه كتير عشان يتهضم بسرعة ومستنيه يجيب نتيجة. ما يجيبش ليه؟ فلوسي حرام يا باشا. ده البوس يا باشا. لبوس؟ نورتنا يا باشا. امال الولية دي كانت بتشربهولي ازاي؟ لو سمحت كنت عايزة موز حلاقة. وانا عايز سويت بعد اذنك. اللي انا سمعته ده صح ولا ايه؟ جرى يا جدعان، هي الدنيا حالها اتشقلب ولا ايه؟ حموكشة كنت عايزة اسألك سؤال. اسأل يا اخت براحتك، انا ما بقتش مستبعد اي حاجة. هو ليه بنحط الحبوب الحمراء والزرقاء دي في قسم مستحضرات التجميل؟ عشان دي بتتصنف من الأدوية اللي بتبيض الوش. مالك يا حموكشة؟ مالك يا اسطى؟ مفيش يا ممس. لا انت حالك مش عاجبني. روق كده يا عم وما تشيلش الهم وارمي كله ورا ظهرك. برمي والله عظيم لكس. ده انا من كتر ما برمي ورا ظهري لو بصيت ورايا هتلاقي خرابة. حموكشة المدير عايزك جوه. سواد الحلل. صباح إدارة. حموكشة زمايلك مقدمين فيك شكوى. ليه بس يا باشا؟ انا عملت ايه؟ عشان بتتنمر عليهم. ابدا يا باشا، ما حصلش. يعني هما يتبلوا عليك؟ ده مين اللي مقدم الشكوى ده يا باشا؟ سيد. انهي سيد فيهم يا باشا؟ السيد محمود ولا السيد ابو مناخير كبيرة؟ ماما عايزة زفت. هو الانسان اصله ايه؟ العلماء بيقولوا يا ابني ان الانسان اصله قرد. بابا عايزة زفت. هو الانسان اصله ايه؟ الانسان من اصل حواء وادم. بس ماما بتقول ان الانسان اصله قرد. لا يا ابني، انا بتكلم عن عيلتنا احنا مش عيلة امك.
اما نادي بقى على فوزية علشان ارخم عليها شوية. يا فوزية تعالي عايزك. خير يا حاج بتنادي عايز حاجة؟ بقولك يا فوزية، ايه احساسك وانت واقفة في المطبخ طول اليوم وانا اجي في 3 دقايق اكل الاكل اللي انت تعبتي فيه كله؟ هقولك يا حاج، نفس احساسك وانت شغال الشهر كله وانا اجي في 3 ايام اصرف لك المرتب كله. جاهزين يا ولاد عشان تسمعوا الدرجات؟ جاهزين يا مستر. بقول لك يا استاذ، قول يا حبيبي. ممكن بس بعد اذنك ما تزعش الدرجات بصوت عالي؟ حاضر. راح يا شيخ، الله يبارك لك. حموكشة الأصلي 3 من 50. الروح إلهي تنفضح بعيد. الواطية ما قدرتش حبي ليها، بس العيب عليا مش عليها. عملت ايه؟ خطفت قلبي برمش عينيها. سلامة قلبك ابو الحماكيش. زيديني جرحا زيديني، العيب مش عليكي، انا اللي امي معرفتش تربيني. ده مين السفلة دي؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام وامر محترم. لو سمحت كنت عايز حبة دلع من اللي اتمنع. خلصانة باشتنا. طب الاقي حبة حنان من بتوع زمان؟ مش موجود والله. ولا هشتكى للقلب اللي اشتكى؟ ما عادش فيه الكلام ده خلاص يا استاذ حموكشة. طب الاقي شخلعة بعد الكلكعة؟ يا استاذ حموكشة فكرتني بالذي مضى. خلاص يا ريس، كل سنة وانت طيب. خلاص بقى، هات زي كل مرة. اللي هو ايه؟ فكرني معلش. ملل من اللي بيجيب شلل. بقول لك يا حموكشة، انا هطلب دليفري يا اسطى، اطلب لك معايا؟ لا يا اسطى، انا عامل رجيم اليومين دول. يا ابني اسمع الكلام ده، انا هطلب بيتزا بالجمبري. بيتزا بالجمبري؟ هاتلي معاك واحدة يا اسطى. امال ايه بقى عامل رجيم والكلام ده؟ انا عامل رجيم القطط. ده ايه رجيم القطط ده؟ باكل وانكر. ماما. يا حبيبي، هو ليه في عيد ام ومفيش عيد اب؟ انت عمرك سمعت عن 7 ام؟ لا، هو 7 اب بس. سمعت عن واتس ام؟ لا، هو واتساب بس. طب سمعت عن ماما غنوج؟ لا، هو بابا غنوج بس. عمرك سمعت طيب عن ماما نويلة؟ لا، هو بابا نويل بس. طيب خلاص، امال في ايه؟ ضاقت بيك على ام اليوم ده يعني؟ خلينا حتى جزمة في بقي وسكت. خلاص يا حاج، انا كنت بستفسر بس. اللي يشوفك كده يا اخويا قول ده الهدايا مقطعة بعضها. اذا كان امك ثم امك ثم امك وجايب له قرص مشبك يا معفن، هتجيب ايه لابوك هو كمان؟ كنت هجيب له قرص مشبك تاني. انت عايز مني ايه بالظبط يا حموكش؟ هو انت وابوك عليا بالظبط ولا ايه؟ انت عايزين نشد في شعر يعني؟ خلاص يا حاج، انا غلطان ان انا سألت. ولا تكونوا عايزين نشد في شعر يعني؟ يا حاج خلاص، صلي على النبي. يا جدع ما شد في شعري احسن. انت عايزه تشد؟ واحد بخيل قال لعياله اللي مش هيتعشى هديله 20 جنيه، فالعيال فرحت وخدت ال20 جنيه ونامت. راح سرق الفلوس منهم وهم نايمين، وتاني يوم الصبح قال لهم اللي ضيع فلوسه ملوش فطار عندي. واحد رجع من الشغل لقى بيته بيتحرق، دخل بسرعة جاب ابنه وطلع، دخل مرة تانية جاب بنته وطلع، دخل مرة تالتة جاب مراته وطلع، دخل مرة رابعة وطلع فاضي، دخل مرة 5 وطلع فاضي برضه. فالناس بيسألوه انت بتدخل وتطلع فاضي ليه؟ قال لهم بقلب حماتي. واحد اتجوز على مراته الأولانية كانت بتدلعه لدرجة إنها كانت بتقطع له البطيخ وتشيل منه البذر. أما مراته الجديدة كانت بتقطع له البطيخ بس ما بتشيلش منه البذر. فبص لمراته الجديدة وقال لها حسبي الله ونعم الوكيل في مراتي الأولانية. قالت له ليه؟ قال لها حتى بذر البطيخ كانت حرماني منه. حموكشة السواد الحلل، عايزة ولي، عايز اخرج يا حبيبي. والله عال، متجوزة ومخلفة وعايزة تخرجي؟ راح ولا نجر على المطبخ. حموكشة حزن عليا وعلى اللي خلفوني. خير، انا تعبانة وهخش انام. ماشي، روحي نامي. ما انت لو كنت بتحبني كنت قلتلي خليكي سهرانة معايا. خلاص يا ستي،
خليكي سهرانة معايا. لو بتحبني بصحيح كنت قلتلي نامي وارتاحي. ها كده تمام. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. امك بعت معاك سندوتشات ايه النهارده يا اسطى؟ فول وجبنه ومربى. مين الحيوان اللي بيتكلم؟ ده حموكش يا مستر. اممس الكلب. قوم اطلع بره. خلاص يا مستر من اخر مره. اطلع بره. بقول لك يا ممس ما تنساش بقى بعد المدرسه زي ما اتفقنا. خلصانة حموكش. مين الحيوان اللي اتكلم؟ حموكش يا استاذ. اطلع بره حموكش. ياه كنت مستناه من بدري. يا ابن المحظوظ حموكش. بناء على ما سبق نستنتج ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ خد يا ابني رايح فين؟ طلع بره. انا جاي النهارده يا عمي علشان اطلب ايد بنتك. ايه ده يا بت، الف الف مبروك، جايلك عريس. انا فرحانه قوي يا ماما، اخيرا هتجوز. تسمح لي بس يا عمي ارد على التليفون. الو، ايوه يا زوموليكس. بقول لك ايه يا زوموليكس، في اخبار كده مش ولا بد، بس المهم انا عايزك تخلع. يا زوموليكس انا عايزك توضح لي، انا كده مش فاهم حاجه. علشان انا لسه سامع خبر طازه دلوقتي حالا يا زوموليكس، بيقول لك اي شاب هيتجوز هيدفع 20,000 جنيه لصندوق رعايه الاسر المصريه. ايه بتقول ايه يا زوموليكس؟ ابويا مات وامي اتشلت، دلوقتي حالا اكون عندك. انا اسف يا عمي ان انا اقول لك الخبر ده، انا عندي ظروف غامضه ولازم اطير دلوقتي. سلام. العريس طار يا حاج، العريس طار يا عروسه. واحد بخيل دخل الأوضة على عياله لقاهم مشغلين المروحة على 5. قال لهم انتوا كام واحد؟ قالوا له 3. قال لهم امال مشغلينها على 5 ليه يا ولاد الكلب؟ واحد بخيل مراته جابت شغاله في البيت، راح متجوز الشغال عشان ياخد المرتب بتاعها. واحد مسطول خبط على جيرانه في نص الليل، قال لهم عندكم طماطم؟ قالوا له اه. قال لهم واحنا كمان عندنا. 2 مساطيل، واحد بيقول للتاني لو لنا عمر ان شاء الله هنتقابل يوم التلات. قال له طب ولو ملناش عمر؟ قال له يبقى نتقابل الاربع. واحد بيقول لصاحبه ايه احسن طريقة الواحد ينشر بيها خبر؟ قال له تقول الخبر لواحدة ست وقول لها انه سر. يا سبايسي جاي يا زرط وفسي. ايه فنان، ايه العظمة دي يا عمو؟ يخرب بيت جمال صوتك، موهبة. اول واحد يخش الحمام ده يكون بيعرف يغني. شكرا، ربنا يجحمكم. قبليه تاني والنبي يا عمو. ايوه وغلاوة امك ادينا واحدة كمان، حتة بقى رومانسية كده يا شبح. خدوا الكوبليه ده ما بغنوش غير للحبايب بس. أزرط وفسي وأدلع في نفسي وأفخد في بيتنا كمان، وأسيب ذكرياتي وأعيش الحياة دي وأطير زي سوبرمان. لباس المحبة خرمته يا كلبة وسبت المشبك عشان بيعمل لي سوسة وقرصة ناموسة تعلي الحرارة يا مان. انت اسمك ايه؟ اسامه. ايه ده اسامه ابن الرقاصه بتاعت شارع الهرم؟ والله لا رايح قايل للمدير. حضره المدير. نعم يا ابني، انت اسمك ايه؟ انا اسمي اسامه يا حضره المدير. ايه ده اسامه ابن الرقاصه بتاعت شارع الهرم؟ والله لا راح مشتكي لوزير التربيه والتعليم. حضره الوزير كان عندي شكوى بس حضرتك. انت اسمك ايه يا ابني؟ انا اسامه. ايه ده اسامه ابن الرقاصه اللي في شارع الهرم؟ والله لا راح لاوباما. حضرتك الرئيس اوباما؟ ايوه يا ابني. حضرتك انا كل ما اروح لحد واقول له ان اسمي اسامه، ايه ده انت اسامه بن لادن؟ لا انا اسامه ابن الرقاصه اللي في شارع الهرم. قول لي حموكش، نفسك في ايه لما تكبر؟ انا مستر. ايوه انت حموكش.
انا نفسي ابقى مليونير واتجوز احلى واحدة وادلعها واشتري لها احسن عربية وطيارة خاصة عشان تسافر بيها العالم كله ودفتر شيكات تشتري بيها اللي هي عايزاه كله. طب وانت يا ممس نفسك في ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى مرات حموكشة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معايا؟ ايه ده انا شكلي اتصلت برقم غلط. غلط ايه بس؟ ده صح جدا كمان. ممكن نتعرف يا قمر؟ اه طبعا ممكن. انت متجوز؟ كنت متجوز بس مراتي ماتت من 5 سنين. ايه ده ماتت؟ امال مين اللي حط لك الغدا من شويه؟ ايه ده؟ مين معايا؟ انا المرحومه يا روح امك. اللي بعده. الاخرس يا باشا. بتقول ايه؟ انا اخرس. لايك من هنا. اللي بعده. انا ما بشوفش يا باشا. انا لابس يا عينيا. نضاره. لايك من هنا. اللي بعده. انا متخلف يا باشا. متخلف عن الجيش 6 شهور حبس. لا يا باشا، ده انا متخلف عقليا. لايك من هنا. ابو دقل دمك. اللي بعده. انا حامل يا باشا وفي الشهر التاسع. ابراهيم اطفي النور يا ابراهيم. هو المكان ده ليه يا باشا؟ صبح يا حموكشة. صبح على الزمولكس. اصحى لا يغفلونا. لا ما تقلقش يا الزمولكس، فاضل نص ساعة. شكلك ناوي على صيام السنة ده ابو الحماكيش. طبعا يا زمولكس، محدش ضمن عمره. 100. عايزين نشجع بعض بقى. مش عايز اشوف وشك الا بعد الفطار يا ممس. 5 دقايق زمولكس، خلي بالك. ارمي المية، ارمي المية. رميتها. ارمي السيجارة، ارمي السيجارة. رميتها. استنى بقى اما اولع واحدة تانية. مكة، عايزة ايه يا مصخة؟ هو انا شتمتك يا مكة عشان تشتميني؟ انا زعلانة منك يا ماما. انسي يا دلة يا دلة يا دلة، اطلعي فوق انت عيلة دلة. طب انا يا مكة حمد يا حمو يا حمو. عايزة ايه يا جنة؟ جيت عليا ليه؟ عايزة ايه؟ بصي يا حمو، انا برد على مكة قامت شتماني وقالت لي يا مصخة. ايه يا حموكشة في ايه؟ مدير، مفيش اجازات خالص. ده احنا داخلين على نص الشهر ومفيش حتى اجازة عيد النصر. هو شهر 8 ده معروف يا حموكشة ما فيهوش اجازات. ازاي انا مدير؟ مفيش اي عيد، اي احتفال، اي مناسبة. ايه مصر ما عملتش اي عوق في الشهر ده؟ وانت عايز اجازة ليه يا حموكشة؟ هو اللي انتوا فيه ده شغل؟ ده شغلكوا ده كله نعمله بصباع رجل الصغير. طب ما تيجي تشتغل بصوابعك وتدينا اجازة يومين حتى. انا قلت مفيش اجازات يعني مفيش اجازات يا حموكشة. حرام والله، دي مدام سوسن واخدة اجازة بقالها 4 ايام. يا ابني اجازة مدام سوسن دي اجازة وضع. طب ما انا كمان عايز اجازة وضع. اجازة وضع ايه اللي انت عايزها؟ عايز اوضع حد لكل مشاكلي. حموكشة، نعم. فين ال3 جنيه اللي انت كنت صارفهم مني من 2 سنين؟ يا عم انت لسه فاكر؟ احنا اخوات لبعضينا يا عم. بقولك ايه، هات ال3 جنيه بدل ما اشرح وشك دلوقتي. طب خلاص يا عم، هاخد مصروفي من امي واديهم لك يا عم. خلاص سيبني بقى. لا انا عايزهم دلوقتي بدل ما اشرحك. اجيبهم لك منين يعني؟ لا يا خفيف، ده انا هعرفك دلوقتي تجيبهم منين. اطلع بالفلوس يا. والله العظيم ما معايا خلاص. طب سيبني وانا هديهم لك. وربنا ما انا سايبك غير لما تجيبهم. سيبني وانا هجيبهم لك. هتجيبهم يعني؟ اه هجيبهم يا عم، هجيبهم. طب يلا روح عند امك. وربنا ما انا سايبك. هو راح فين ده؟ بقولك ايه؟ نعم. مرة واحدة اسمها شيماء كبرت بقت اسمها شاي بلبن. اقول لك نكتة؟ قول يا حموكشة. بيقولك مرة الموبايل بيقول للشريحة روحي وانت طالق، قالت له يخرب بيتك ورصيدك في بطني. اقول لك نكتة؟ قول يا حموكشة. مرة واحد خليجي بيسأل واحد مصري
بيقول له هو انتوا ليه لما حد يسألكوا سؤال بترد عليه بسؤال؟ قال له مين اللي قالك كده؟ مكة عايزة ايه يا مصخة؟ هو انا شتمتك يا مكة عشان تشتميني؟ انا زعلانة منك يا ماما. انسي يا دلة يا دلة يا دلة، اطلعي فوق انت عيلة دلة. طب انا يا مكة حمد يا حمو يا حمو. عايزة ايه يا جنة؟ ريت عليا ليه؟ عايزة ايه؟ بصي يا حمو انا برد على مكة قامت شتماني وقالت لي يا مصخة. هي قالت لك كده فعلا؟ اه والله يا حمو قالت لي يا مصخة وشتمتني. ينفع؟ انت شتمتيها ليه يا مكة وقلت لها يا مصخة؟ انا زعلانة منها يا حمو عشان هي جابت بونبوني وما عطتنيش، هي يا مصخة. ما ينفعش تشتمي اختك يا مكة، ما ينفعش تشتمي اختك، عيب. روحي تأسفي لاختك بقى يا مكة عشان ما تزعلش منك، انتوا اخوات. روحي يلا. حاضر يا حمو هروح بقى اصالحها عشان انا شتمتها بقى. ماشي ما تزعليش مني يا جنة عشان انا شتمتك، انا كنت عايزة منك بونبوني وانت ما جبتيليش يا جنة. هتبقي تجيبيلي يا جنة؟ خلاص يا مكة بقى ما تزعليش مني، انا جد بس كان عطيني واحدة وجبتها ووديتها. تزعليش مني بقى يا مكة. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا اسطى؟ قول يا حموكش. انا عندي قوة خارقة على فكرة. انت كدابة يا حموكش. طب انا عندي القوة دي وهنطلعها عليك دلوقتي، تحب تشوف؟ ورينا يا حموكش هتعمل فيا ايه؟ وريني الاختراعات القوة الخارقة. انا عندي استعداد دلوقتي اخليك صغير خالص وادوس عليك كمان. طب لو راجل اعملها. خد دي. لا تحب ادوس عليك دلوقتي؟ لو راجل اعملها وهصيطك في المنطقة يا حموكش. لا اقول لك نكتة. قول يا حموكش. بيقول لك مرة موبايل بيقول لي شريحة رايحة وانت طالق، قالت له يخرب بيتك ورصيد اللي في بطني. مرة واحد خليجي بيسأل واحد مصري بيقول له انتوا ليه لما حد بيسألكوا سؤال بترد عليه بسؤال؟ قال له مين اللي قال لك كده؟ مرة واحدة حامل غبية قوي ناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية، راحت لجوزها وقالت له قول لي الحقيقة وهسامحك، الواد اللي في بطني ده أمه تبقى مين؟ مرة واحد غبي طلع عليه عفريت قال له اطلب أمنية، قال له والله ما معايا رقمها. واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، ركب القصر بتاعه وقعد يجري فيه. واحد غبي راح لبنت يخطبها، قالت له انا اسفة مش هقدر ارتبط بيك عشان جوايا شخص تاني. قال لها بلاش فلسفة، قولي انك حامل. حكمة اليوم. يا عوجة شحنتك يا مزودة محنتك، يا لو يا بوزك يا مطفشة جوزك.